يلا يا صلاح، يلا يا صلاح، هوب هوب ايوه. بلعبه يا جدعان، هو بايرن ميونخ، واحد صاحبي في شغل، وانا خدت له ليفربول عشان ابو صلاح يظبط. كلمني واحد صاحبي دلوقتي عشان موضوع كسر الفيزا والحاجات دي كلها، وعكنن الواحد، بس مهما عكنن الواحد لازم نكمل الماتش الاول. هنكمل الماتش واكلمكم في الموضوع ده، يلا بينا. عاملين ايه؟ انا برضو جيت صورت لكم من هنا عشان المكان ده وحشني جدا ايام ما كنت بعمل فيديوهات من البيت. كان المكان ده اول فيديو اطلع لكم بيه، هتلاقوه في اول القناة خالص، وكان هي نفس المكان. وده مجدي مجدي التاني سايبه في مصر بقى. كل ما بشوف مجدي ابص لايدي عشان كان عضدني عضة صغيرة كده اما انا كنت في مصر. وبصوا، انا كنت بلعب بلاي ستيشن زي ما انتم شايفين. كنت داخل عاملين دورة انا واصحابي في الشغل عشان بكرة مش شغالين يعني. فقلت العب بقى معاهم واظبط الدنيا. فلقيت واحد صاحبي هو جه وكسر فيزا، وانا نصحته اللي ما يعملش كده، بس كلمني وكان في مشاكل كتير وحاجات كتير مش حابب احكي عنها عشان دي خصوصياته. فقلت لازم اعمل لكم الفيديو ده عشان في ناس كتير جدا بتسالني انا اجي ازاي، واجي لو كسرت فيزا ايه الوضع، واجي مش عارفه ايه، والناس دي بتصعب عليا جدا. فقلت اعمل لكم الفيديو ده عشان اقول لكم ايه المساوئ بتاعت لو انت كسرت فيزا، او ايه اللي ممكن في ناس قننت وضعها بس بصعوبة جدا، وهقول لكم نماذج، لكن انا عن نفسي ما بنصحش بالموضوع. وازاي الطريق اللي انت تمشي فيه صح عشان بدل ما تضيع مجهودك او وقتك على الفاضي يعني، وفلوس برضو. بصوا، انت دلوقتي اول كلمة بتتقالك سافر بس انت سياحة واكسر زي بقية الناس والدنيا هتمشي. انت المفروض تبقى محدد انت عايز ايه من الاول. انا مسافر بلد اوروبا دي، عايز تعيش ومش مهم عندك فلوس، ولا مسافر عشان تعمل فلوس، ولا مسافر عشان تهاجر وخلاص، ولا مسافر عشان ايه؟ يعني ايه اللي في دماغك؟ وبعد ما تحدد ده اعرف انت هتمشي ازاي. مثلا في ناس كتير، وتجربة حد من اصحابي قالوا له، حد كان قريبه من بعيد يعني، فقالوا له ايه؟ تعالى وملكش دعوة. عارف اول ما حد يقول لك تعالى ومالكش دعوه، اعرف اللي انت ايه، مش عايز اقول كلمه كانت هتطلع مني غصب عني، وفي ناس ممكن بتزعل من الالفاظ يعني، فانا هفضل مؤدب. عارف اللي هو هيمرجحوك. تمام، خلينا مؤدبين شويه عشان الموضوع ده بيتكرر كتير قدامي، فاما بسمعه بتضايق جدا يعني. الناس دي بتقول اول ما تسمع حد يقول لك تعالى ومالكش دعوه اعرف اللي انت هتتظبط. بص، لو انت ابوك او امك او اختك او اخوك بره، دول ليهم وضع تاني خالص، وبيبقى لم شمل وحاجات كده وليها قصة تانية. اما اي حد تاني غير كده، اقصى طموحك معاه وتبقى حاططها في بالك هيوفر لك سكن. غير كده شكرا. ممكن بقى يوفر لك معلومة، يوفر لك مثلا حد يعرفه يقول له عشان خاطري وبتاع شغله معاك اسود، بس عشان يشغله معاك اسود، اسود دي يعني معهوش ورق. الطرف التاني او صاحب المكان ده بيبقى عليه ضرر ومخاطر كبيرة جدا، فمش سهل يشغلك كده عشان بتوصل لغرامات، بتوصل مثلا 50,000 يورو، 100,000 يورو، ممكن توصل للسجن يعني لو الموضوع كبير. فدي خليها على جنب. انت دلوقتي مثلا مساوئ لو انت سافرت وكسرت فيزا، او وضعك هتبقى عامل ازاي. انا بكلمك في الوضع ده عشان تتخيل انت خلاص سافرت وكسرت فيزا، الوضع بتاعك عامل ازاي. اول حاجة السكن هيبقى من اول مشاكل. طبعا انت هتسافر اوروبا او هتسافر المانيا او اي بلد، عايز تنام فمش هتنام في الشارع، فانت عشان تلاقي سكن لو انت معكش ورق بصعوبة جدا جدا جدا، الا لو حد ظبط لك سكن. والموضوع مش بسهولة، لكن لو حد موجود هيعرف يظبط لك سكن والنقطة دي هتتحل. النقطة التانية اللي انت في الشغل هتبقى متداس عليك. بمعنى ايه متداس عليك؟ اللي انت اقل سعر للساعة يكلموك فيها هيأخر لك الفلوس زي ما هو عايز، وهو عارف ان انت عينك مكسورة. بمعنى ان انت مش هتعرف تروح تشتكيه، اللي انت مش هتعرف تعمل معاه حاجة، حتى لو رحت تتخانق معاه والبوليس جه انت اللي هتشيل الليلة. ولو جيت تقول لهم ده مشغل نسو، ده هيقول لك اثبت وانت مش هتعرف تثبت. دي نقطة.
فالموضوع ده بيبقى الواحد بيبقى صعب جدا، وبتحس ان انت فعلا مستعبدينك، الا لو واحد كويس، بس ده قليل يعني. النفس البشرية بتبقى رخمة جدا، وما يشغلك اسود لا ما بتبقاش تمام يعني. دي نقطة كمان. النقطة التالتة، ودي اصعب نقطة هتقابلك بعد السكن، ان انت لو بقيت عيان او جالك مرض شوية، البرد اللي بيجي لنا في مصر ده وتقول خلاص انا بكرة هبقى كويس واشرب حاجة سخنة واعيش حياتي، لا دي حاجة سهلة يعني. لكن البرد هنا اسأل مجرب يعني. بتنام ما بتعرفش تقوم من على الارض، من على السرير، انت ممكن تخش الحمام اصلا حد يسندك عشان درجة الحرارة بتعلى والوضع بيبقى صعب جدا. فمش هتلاقي دكتور تروح له عشان هنا الورق وبيبقى تأمين والناس اللي معاها ورق وكده. لكن انت اصلا هنا مش محسوب على البلد مش عارفة اللي انت جواها اصلا. نقطة تانية. النقطة الرابعة بقى، لو انت مثلا لقيت حد وعايز تتجوزه وبتاع وعايز ترجع مصر وترجع، فالموضوع بيبقى صعب جدا عشان بتبقى انت دخلت في البلاك ليست، انت كسرت فيزا. لكن في نماذج هقولها لكم اتجوزت هنا، فجاي لكم في الكلام بعدين. فدي المساوئ. فانا عن نفسي لو انت عايز تعمل كده لا، ففكر في الموضوع كتير جدا يعني، الموضوع مش سهل. سيبك بقى من همام والجو الحاجات اللي انت فاهمها دي، الكلام ده قليل قوي لما بيحصل هنا يعني. حتى في النمر الاسود كان رايح على شغل يعني، فيزا شغل مش فيزا عاديه يعني. دي تاني حاجه بقى نخش لكم فيها، ان انت لو عايز تسافر بدل مجهودك ووقتك للحاجات دي كلها، امشي في موضوع الدراسة. ده سهل جدا جدا، ممكن تترفض مرة 2 3 بس بتيجي في الاخر لو سعيت له كتير هتيجي. وظبط نفسك في اللغة والحاجات دي كلها. وتاني حاجة لو انت اي تي او برمجة او الحاجات دي كلها، دي بتبقى الموضوع سهل، مطلوبة في اوروبا جدا عموما، في كل اوروبا مش المانيا بس. وموضوع التمريض برضو مطلوب. ازاي مثلا تقدم له؟ طبعا شركات وتقدم عليها، وتقدم على الممرضين مثلا يقدموا في مستشفيات ويقدموا شهاداتهم والحاجات دي كلها. بس هنيجي في نقطة تانية، ان انت عايز تروح بنفسك تسأل، فانت حاول عايز تاخد فيزة سياحة مثلا، بس عايزها بتاخدها بمدة طويلة شوية. عشان تاخدها بمدة طويلة شوية لو معاك فلوس وحاجة والحساب البنكي كويس والمواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. لكن انت عايز مثلا تاخدها بسهولة اكتر، حاول تروح بلاد في الاول، تزور كذا بلد من الناس اللي عارف البلاد الفيزا بتاعتها سهلة يعني. تروح مثلا ماليزيا، تايلاند، تركيا، الحاجات دي. وبعد كده هتلاقي الفيزا بتاعت السياحة طلعت لك سهلة ان شاء الله. دي بخصوص المساوئ. تعالوا بقى نتكلم في ايه، في موضوع النماذج اللي انا شفتها هنا وظبطت حالها شوية، وفي ناس بالعشر سنين لسه ما ظبطتش. استنوا عشان ده ميعاد البروتين، وانا بظبط حالي شوية عشان ان شاء الله شهرين هتشوفوا فورمة عجيبة ان شاء الله يعني. المفروض الساعة دلوقتي مش عارف 9 ولا 10، لازم اخش بسرعة اخده وهجيلكوا تاني. باخد سكوب واحد. لمدة 20 ثانية بس، لو انت سريع ممكن تعملها اقل من كده يعني. تصدقوا الواحد دراعه بدأ يظبط شوية. كده بقى حلو. يلا نكمل بقى التجارب بقى اللي انا شفتها هنا. شفت 2 اصحابي، الاتنين دول اتجوزوا، فعملوا ايه، اتعرفوا على ناس وراحوا اتجوزوهم في بلد تانية. مش عارف الموضوع ده بيحصل ولا ما بيحصلش، او هم اشتغلوني وما بيقوليش الصح ولا لا، الله اعلم. بس انا شفت الموضوع ده حصل، اللي هو بيقول لي انا كذا كذا واتعرفت على واحدة وما ينفعش يتجوزها هنا، فراح تقريبا الدنمارك او حاجة زي كده. الدنمارك ما بيني وما بينها يعني في حدود ساعتين عشان انا في الشمال، في شمال المانيا. فراح هناك اتجوز بالباسبور بس تقريبا، وقام راجع والموضوع اتقنن وبقى الموضوع عادي، وبقى دلوقتي مع اقامة وتمام. ناس تانية بيقول لك اللي احنا قدمنا دراسة بس خلال فترة السياحة يعني، خلال كان واخد 3 شهور سياحة تقريبا او شهرين، فقدم على الدراسة ساعتها والموضوع اتقبل. تاني حاجة دي حالتين. في الحالة التالتة اللي انت ممكن تقدم لجوء،
تقدم لجوء ازاي؟ في واحد برضه صاحبي مقدم لجوء، بس مش هنذكر اسماء، انا بقول لكم نماذج يعني. اللي هو جاي ومعيش ورق او معايا ورق وبتاع، طب فين، مش ضايع ومش ضايع ومش عارفه ايه، وبيقدم لجوء، بس فيما بعد ممكن يترفض، وفيما بعد حظك يبقى حلو، الله اعلم. بس حاليا اوروبا كلها مش المانيا بس مشدده في القوانين الجديده، ومشدده في موضوع الورق واللجوء، وكل يوم بينزلوا قوانين عشان يضيقوا على الناس دي اكتر، كل يوم ينزلوا قوانين عشان يضيقوا على الناس دي اكتر. فالموضوع بيبقى فيه برضه مخاطره. انا عارف اللي بيبقى عايز يسافر بيبقى محوش فلوس او بايع حاجات عنده عشان حاطط حلم، وحاطط في دماغه كلها اللي انا هسافر والموضوع ومش عارفه ايه والدنيا دي كلها. بس الموضوع مش بسهوله يعني، الدنيا بتبقى صعبه جدا. انا حاولت اقول لكم والموضوع صعب جدا، بس انت واختيارك. بس انا عن نفسي، عن حاجه شخصيه بقى لي فتره كبيره هنا وشفتها، ووجهه نظري ان انت لو هتعمل كده بلاش. في نقطه تانية، انا شفت ناس بقى لها 10 سنين هنا وما نزلتش لسه مصر، ولا شافت اهلها او دول عربيه، ما نزلوش خالص، متكتفين لغايه دلوقتي، عايش بقى له 10 سنين اسود. بيعمل فلوس بقى ما بيعملش، محدش لو بيعمل فلوس محدش هيقول لك، وما بيعملش فلوس برضه مش هيقول لك. هو لا عادي، عامل ايه، الدنيا تمام الحمد لله. وانا شخصيا ما بحبش اسال في الحاجات الماديه او اخش في خصوصيات الناس قوي. المفروض انا كنت عامل فلوج، والمفروض كان هينزل النهارده اللي هو الجمعه اللي انتوا هتشوفوا فيه الفيديو ده، بس الفيديو ده اما كلمني صاحبي اليوم الخميس اللي انا بصور فيه حاليا، قلت لا اكلمكم فيه عشان شايفه اهم، عشان لو حد هيمشي في الخطوه دي يبقى عارف كلامي، وعشان حرام جدا الناس تفضل تعشمك وتلاقي الوضع مختلف. انت بقى لو عايز تيجي دي حاجه ترجع لك يعني، ولا بقول لك سافر او ما تسافرش او اعمل أو يعني، انا ما بشجعكش على اي حاجه، بس وجهه نظري اللي انا قلتها لك. اشوفكم الفلوج اللي جاي، سلام.